ازيكم في اول فيديو تعليم تنجيد عندي على القناه، وان شاء الله مش الاخير. بدات بغرزه الكابوتونيه لان في ناس كتيره نفسها تكون بتعرف تعملها وفاكرين انها من اصعب الحاجات اللي ممكن تمر عليهم في التنجيد، بس لا، الموضوع ابسط من كده. الفيديو ده مليان بالتفاصيل، فتاكد انك لازم تشوفه للاخر علشان ما يفوتكش اي حاجه. ولو ما عجبكش انزل يا عم الكومنتات مفتوحه تحت وقول لنفسك فيه. بس ما تنساش قبل ما تكتب الكومنت تشترك معنا في القناه وتحط لنا لايك، ويلا خش على الفيديو. ازيكم يا معلمين؟ بداية اول حاجة بنعملها بنجيب السفنج اللي هنشتغل بيه ونبدأ ان احنا نثبته في مكان بالدبابيس من الحرف زي كده، او ممكن تستخدم الكل. السفنج اللي انا مستخدمه في الفيديو ده هو 5 سم. تاني حاجة قلم فلاماستر ومسطرة زي دي. المسطرة دي عرضها 10 سم او 9 سم ونص بالظبط، هي كانت موجودة عندي فهستخدمها. دي اللي احنا هنستخدمها في الشغل، وركز معايا ازاي. اول حاجة بقسم المساحات دي، بشوف المساحات دي هتظبط معايا على كام مربع. المساحة اللي فاضلة دي طبعا مساحة صغيرة جدا، مش هينفع انها تتقسم هنا وهنا. طب نجرب طريقة تانية. نقسم المسطرة الاول النص، وبعد كده نقسم النص طول وعرض. وما تقلقش، هقولك انا على المشاكل اللي هتقابلك وازاي تحلها. كل اللي انا طالبه منك تركز في الفيديو عشان تطلع باقصى استفادة منه. هشد العلام الوسطاني ده واسيبه، واخد نص المسطرة على نص العلام التاني واجرب. ودي بقى المشكلة اللي انا بقولك عليها وازاي هتعرف تحلها. وبرضه في الجنب التاني هناخد نفس العلامات، وبعد كده هنشد علامات كاملة على نفس حجم المسطرة اللي معانا دي، اللي هي 9 سم ونص. حجمها بيختلف من غرزة كابوتونيه للتانية، يعني اللي معايا دي هتكون الغرزة برضو نوعا ما صغيرة، فيها حاجات أكبر من كده طبعا. كده تقريبا انت بدأت تلمس المشكلة، أو بمعنى صح انت فهمتها لوحدك بالظبط. الحرفين دول ما ينفعوش، الحرف ده صغير والحرف ده صغير، ما ينفعش يتعمل غرزة في الطرف ده، مش هينفع أصلا. فدي المشكلة اللي ممكن تقابلك بعد كده. ممكن بدل ما هي 2 سم لا هتبقى 3 سم، وبرضو مش هتنفع، أقل حاجة 6 سم. الشكل ده كده مرفوض. وتعال نشوف الطريقة التانية. هنحط بداية المسطرة على علام النص مش زي الطريقة الأولى، وناخد العلامات بتاعتنا عادي خالص، نخلص تحت وفوق نفس الكلام كده. تمام. احنا كده معانا 3 خطوط أفق، اللي هم دول هنميزهم بس ب3 دقايق، والخطوط الرئيسية برضو هنتعامل بنفس الطريقة. خلصنا. بس الموضوع هتحسه يعني شكله غريب شويه، بس انا عارف الخطوط اللي هشتغل عليها. بس انت عندك هتلاقيها مربعات. المهم عندك بدايتين للغرزه، يا اما تبدا من النقطه بتاعه التقاطع، يا اما تبدا من نص ضلع المربع. دي بترجع لك انت في الاخر برضه، هي ملهاش قاعده اساسيه، بس المهم تكون الغرزه بعيده عن الاطراف. بستخدم الدريل وبالخرامه اللي انا عملتها دي، قريب هنزل لها فيديو ان شاء الله، بحته ماسوره صغيره بس. ممكن تستخدم برضه ايدك عادي. هناخد اول صف على التقاطع او العكس، انت وراحتك يعني. نبدأ الصف التاني على نهاية المربع بقى من تحت، هناخد في نص الضلع بتاعه. ركز علشان ما تتلخبطش، الأول والأخير مش هينفع عشان على الأطراف زي ما قلنا. الصف التالت هنرجع للتقاطع تاني على رأس كل مربع، وهو ده أساس الكابوتونيه، التأسيس أهم حاجة في التأسيس. شوف كده بدأ يظهر معانا المثلث أهو. طب فرضنا دلوقتي ان انا خرمت خرم بالغلط، هجيب حته السفنجه اللي طلعت مني دي وابلها شويه كله صغيرين، وهرجع احطها مكانها تاني. اتحلت المشكله يا معلم. ندخل في المهم. هنجيب القماشه بتاعتنا، طبعا دي كانت معايا فاضله، بس انا هعرفك ازاي تقطع القماش بتاع الكابوتونيه، لان طبعا لازم يكون زياده. دي معلومه مش لازم انها تفوت، لانها بتطبق في كذا نوع تنجيد. اول حاجه بجيب طرف القماشه وباخد الشويه اللي انا عايزهم في البدايه، بصباعي هحط القماشه في الاخرام زي ما انت شايف كده، وبعد كده باخد الزياده بتاعتي وبتني قاصص. انما القماشه اللي معايا دي مظبوطه، هي كانت فاضله اصلا، عشان ما تقصش بالنظر وترجع القماشه تاثر معاك. طيب شوف يا سيدي، احنا بنبدا باول صف غرز، بس في حاجه، اول صف غرز لازم يكون مظبوط بالظبط. اذا اول صف ما كانش مظبوط بالشكل ده، عمر غرزه الكابوتونيه ما هتكون مظبوطه. هتلاقي غرزه مليانه وهتلاقي غرزه ما فيهاش خالص. فدايما في ناس كتيره بتقع في الفخ ده. فاول حاجه انا بحب اعملها دايما اني بشد علامه وبشتغل عليه. فهجيب القماشه بتاعتي واخد الطرف، اشوف انا محتاج قد ايه، واخد العلام بتاعي تقريبا بالمتر كده 13 سم، او هي اصلا 13 سم. بجيب القماشه بتاعتي من الظهر وباخد عليها نفس العلام ده بنفس المقاس بطول القماشه ايا كان طولها. بعد كده هنبدا شغلنا. نجيب القماشه بتاعتنا كده ونحطها، ونحط العلامه على اول صف كابوتونيه هنشتغل زي ما انت شايف كده. كل غرزه بشوفها الاول، وبعد كده بحط صبعي على العلام وبنزله لتحت. وانا عايزك تركز جدا في الجزئيه دي، علشان خاطر انا مش هقدر اشرحها لك برضو بشكل كامل، فتركيزك هو اللي هيفيدك صراحة. زي ما انت شايف بريح القماش علشان خاطر يدخل في اول غرزة بشكل كامل. خلاص اتأكدت انه خلاص اتملت. بجيب الدباسة. ملحوظة مهمة جدا، وانا بدبس الدبوس ما ينفعش يكون كده ولا كده،
لازم يكون بميل زي الكسرة بالظبط، بحيث لما يجيب لنا كسرات تكون موجودة معانا في الغرزة. وهبدأ ان انا ادبس دبوس واحد بس. ندخل في اللي بعده. زي ما قلنا العلام لازم يكون في نص الغرزة. وبرضه بريح القماش في الغرزة، وفي نفس الوقت مش عايز اللي في النص دي تكون مشدودة قوي، علشان خاطر الكسر دي ما تفضلش موجودة. يعني لا هنشدها قوي ولا هنطلقها قوي، برضه لازم تكون مظبوطة كده. وبجرب برضه وانا شغال بحيث اشوف الغرزة بتاعتي مشدودة ولا متهوية. اخبطها برضه الدبوس على نفس مستوى الكسرة، وهنفضل مكملين بنفس الطريقة. طبعا لو انت فعلا بتتعلم ولسه اول مرة تعمل حاجة زي كده، بفضل انك تشغل الفيديو وتعمل نفس الخطوات بالظبط، علشان خاطر تلاحظ الكلام اللي انا بقوله وتحس ان فعلا الموضوع مش بالصعوبة اللي انت متخيلها. جرب في اي حاجة، يعني شوف اي حتة مربعة كده زي اللي انا جايبها دي واشتغل عليها. جرب اي حاجة، مش شرط يكون 5 سم سفنج، جيب 3 سم. حاول دايما انك تتعلم كل حاجة جديدة. انا ما اتعلمتهاش غير بالطريقة اللي انا بشرحها لكم دي صراحة. انتهينا من اول صف، نيجي بقى لتاني صف، وده يعتبر الشغل كله. اول حاجة احنا دايما في الكابوتونيه بنبدأ من تحت، علشان خاطر الكسرة احنا بنجيبها نخلي وشها لتحت دايما عشان ما تلمش تراب، وعشان ما تبقاش سهلة انها تفك بسرعة. فهنعتبر ان احنا الصف اللي بدأنا ده تحت. ركز بقى معايا في النقطة دي. طبعا ما تستغربش من اللي انت شايفه تحت ده، لان ده في الاخر بيتلم كسر وبيتشد زي ما انت شايف كده. خلينا في الاساسي، المثلث الاولاني. اول حاجة بمسك القماشة وبكون انا المثلث بتاعي، بلم الكسر بتاعتي كلها وبشكل المثلث بتاعي على الكسرة، وبوصلها للغرزة اللي بعدها. هتظهر معاك بالشكل ده لو نفذتها بنفس الطريقة. طبعا انا مش عارف اوصلها لك بالشرح بالظبط، فانا هسكت وحاول تركز مع ايدي. واخر حاجة مقاطعة لشغلك، ما تنساش اللايك والاشتراك لو انت كنت ناسي، انا قلت افكرك بس. وبرضه من قريب هتلاحظ ان انا بلم الكسر على شكل مثلث وبشدها. ركز كده. هتلاحظ ان المثلثات بعد ما اتعملت ووصلت للغرز، واول ما بحط صابعي الشكل بيظهر ازاي. اجباري لازم تشكل الكسر بتاعتك الاول، ما تشتغلش عشوائي علشان خاطر النهاية معاك تطلع كويسة. لو انت طلعت النتيجة مش كويسة اول مرة، فانت يكفي انك عملت كابوتونيه، لان الغرزة دي تعود على فكرة، لازم ايدك تكون واخد عليها. شوف الشكل بدأ يظهر ازاي، وهنكمل بنفس الطريقة دي من تحت وانت طالع لفوق كده. وطبعا ما تنساش الاساسي في الموضوع كله، اول غرزة لازم تكون بمستوى واحد. هدبس الغرز ولازم الدباسة تكون بمستوى الغرزة. طبعا بعد كده لو لاحظت اي حاجة في الغرزة بترجع تلمها بسن مفك او بسن اي حاجة تانية، بس ما تكونش حادة يعني عشان ما تقطعش القماش. مش شرط يكون عندك دباسة كومبروسر، الدباسة اليدوي برضو بتشتغل عادي. ندخل في الغرزة اللي بعدها، وبرضو هنبدأ بالمثلثات الأول. لازم نشكل الكسر بتاعتنا. وأي كسر ظهرت قدامنا مش محتاجينها بنحاول نشدها، نحاول نخفيها في الكسرة اللي احنا شغالين فيها دايما. شايفين ظهرت عندي مشكلة هنا، واللي هي ان الغرزة جت ضيقة شوية، فعملت عندي الكسر دي والكسر دي مش راضية تتلغي في الكسرة اللي انا بشد فيها حاليا. فبالتالي هفك الدبوس، عشان كده احنا مدبسين واحد. هفك الدبوس وبعد كده ارجع اوسعها شوية وارجع لشغلي تاني عادي.
بعد ما بتخلص شغل وتتأكد ان الدنيا كلها تمام، عادي بتزود دبوس او 2 على حسب الحاجة لو هي عايزة. واخر حاجة وهي النهايات دي، يا اما بنلمها في كسرة زي كده، يا اما بنشقها بكتر او باي حاجة حادة وبنلم فيها برضو الكسر دي كلها، بس بيكون مفتوحة وشكلها مش لطيف صراحة. بنشرحها في حالة واحدة بس لما تكون المساحة دي كبيرة. فدلوقتي هنعملها كسرة وهتبان زي ما انت شايف كده، منظرها جميل صراحة، انا دايما بحب الكسرة. بعد ما بتلم الكسرة وتجهزها بتشدها وبعد كده تخبطها الدبوس من ورا، وهنكمل بنفس الطريقة دي برضو. طبعا اليوتيوب قال لي ان 80% من اللي بيشاهدوا قناتك مش مشتركين في القناة، فما تنساش انك تشترك في القناة وتحط لنا لايك. اللايك ببلاش والله، علشان ده بيكون دعم وتحفيز لاني اصور وانزل فيديوهات اكتر. طبعا وصلنا للزوايا وانا سبتها لاخر حاجه علشان خاطر في تركايه عايز اقولها لكم في الزاويه برضه. طبعا انت بتشد اول واحده عادي خالص تمام، وبجيب الطرف ده بنزله تحت وبعدي التاني عليه زي ما انت شايف كده. الموضوع بسيط قوي بس بصراحه منظرها في الاخر جامد. الاربع زوايا بنفس الطريقه دي. وده كان الشكل النهائي، جميل ما شاء الله، الله ينور. بس ناقصه حاجه صغيره بس، يا اما تحط له زرار الكريستال ده وده طبعا برضو بيدي لها شكل ومنظر، يا اما بتجيب الزرار الكبس وتكبسه قماش بنفس اللون او بلون مختلف وبرضو بتحطه في الغرزه، وده بيكون اختياري على حسب ذوق العميل او على حسب ذوقك انت شخصيا. شكرا على المشاهده، وانا فخور بيك جدا لانك وصلت لحد هنا من الفيديو وشايف انك لازم تجرب تعمل الغرزه دي. واخر حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك وكومنت جميل لو حابب تسال عن حاجه او تضيف اي اضافات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.